في منطقة قريبة من قرية في غابات الأمازون، البنت أمبو كانت بتجهز فخ فوق شجرتها علشان تصطاد طائر نادر جدا. وهي شغالة افتكرت إنها نسيت الطعم اللي هو الدودة، ولما راحت علشان تحطها سمعت صوت قرد قريب منها. رفعت القوس بتاعها والسهم علشان تضربه، بس السهم مطلعش أصلا. جربت تاني بس لقت القرد غلبان وفي حاله فقررت تسيبه. وهي راجعة داست على الفخ بتاعها فالفخ رفعها لفوق الشجرة، وفي نفس اللحظة ظهر الطائر الأسطوري وأكل الطعم قدام عينيها وهي متعلقة ومحبطة على الآخر. في الوقت ده في القرية هارونيكا زعيم القبيلة كان بيتكلم مع بنت زومي أخت إيمبو، وبيقول لها إن في لعنة قوية صايبة الجزيرة وبتمرض الناس وبتموت الحيوانات. الزعيم نفسه كان عيان وقال لبنته إنها لازم تجهز نفسها علشان تمسك زعامة القرية مكانه. زومي خافت وقالت إنها مش جاهزة، بس أبوها طمنها، وظهرت الست كوني وشجعتها وقالت لها إنها هتبقى زي أبوها وأحسن. نرجع للغابة، إمبو وهي متعلقة لقاها محارب اسمه أداك وقعد يتريق عليها ويقول لها إنها مش بنت ملكية ولا هي أخت زومي الحقيقية. إمبو اتعصبت جدا وأداك ساب لها خنجر علشان تسلك نفسها ومشي. في القرية زومي كانت بتتكلم مع كوني اللي دمعت لما عرفت إن إمبو بتعتبرها زي أمها، وعرفنا إن أم إمبو الحقيقية ماتت من زمان وعائلة الزعيم تبنتها وكبروها كأنها بنتهم. لما إمبو غابت زومي قلقت عليها، بس الكبار قالوا لها ركزي في حفلة تنصيبك كزعيمة للقرية. في الغابة إمبو قابلت كائنين غراب، المدرع ديلو وحيوان التبير فاكا، ودول طلعوا المرشدين الروحيين بتوعها ومبعوتين علشان يروحوا معاها ينقذوا قريتهم كوندامو. إمبو ما كانتش مصدقاهم وقالت لهم لو انتوا بجد مرشدين روحيين فكوني من الفخ ده، وفي ثانية فكوها ففرحت جدا وجريوا كلهم على القرية علشان يلحقوا الحفلة. وصلوا الزعيم هارونيكا كان بيدي قلادة القيادة لبنته زومي. إيمبو دخلت وسط الناس بكل حماس وبتقول لهم إنها لقت المرشدين الروحيين، بس فجأة حصل شرخ كبير قوي في الأرض فالكائنين خافوا وهربوا، وإيمبو بتنادي عليهم بس لقيتهم مش بيجاوبوها فاتحرجت جدا والناس افتكروا إنها بتهلوس. فجريت وهي زعلانة وبتعيط، وزومي حاولت تلحق أختها وهي بتجري وبتعيط في الغابة بس منعوها. إيمبو قعدت تعيط في الغابة ولقت ديلو وفاكا بيتزحلقوا على الأرض فزعقت لهم لأنهم سابوها، بس هما قالوا لها إن هما اتهجم عليهم من ياكارونا وده أكبر وأشرس شيطان في الغابة. ولما سألتهم طيب ايه الحل، قالوا لها ان الحل الوحيد لفك اللعنة هو انهم يلاقوا جذور سحرية، والمعلومة دي هيعرفوها من ماما أرتالا سلحفاة عملاقة وحكيمة جدا. إمبو رجعت القرية علشان تحكي لأختها زومي، بس زومي لما سمعتها بتتكلم عن سفر ورحلة اتعصبت وقالت لها انتي بتسيبيني في وقت زي ده، وكمان منعتها من الخروج من القرية. إمبو زعلت وراحت لطيبة خاطرها وقالت لها نامي دلوقتي وبكرة هحكيلك عن مامتك الحقيقية. بس اللي ما كانوش واخدين بالهم منه ان في كائن شرير كان بيراقبهم من بره الكوخ. تاني يوم الصبح إمبو راحت تصحي زومي علشان يروحوا سوا لكوني، بس لما دخلوا الكوخ لقوا كوني ميتة في سريرها، وفي نفس اللحظة دخل أداك وقعد يتهم إمبو ويقول ان الأرواح بتاعتها هي اللي قتلت كوني. إمبو هربت وهي بتعيط. زومي حاولت تدافع عن أختها بس أداك كان مقتنع إن إمبو خطر على القرية. نرجع لإمبو وهي بتجري في الغابة وقعدت تعيط، لقت سلحفاة صغيرة بتلعب معاها واعتبرت إن دي إشارة من السلحفاة الحكيمة أرتلا، وقررت تكمل وتمشي في الغابة علشان تبحث عن المرشدين الروحيين. وفضلت ماشية ساعات طويلة وجت علشان تتسلق شجرة علشان تجيب أكل من فوق الشجرة دي. اتفاجأت بسرب كبير جدا من الخفافيش وهجم عليها، بس المرشدين الروحيين بتوعها ديلو وفاكا أنقذوها في آخر لحظة من الخفاش العملاق. ولما قعدوا مع بعض وعرفوا بموت كوني قعدوا يغنوا علشان روحها تركض في سلام. وفي نفس الوقت ده زومي كانت بتعمل جنازة كوني في القرية، وبعدها زومي كانت بتاخد بالها من باباها واتكلموا عن تصرف أداك. ونرجع تاني لإمبو والمرشدين لما كملوا رحلتهم وفضلوا ماشيين بالأيام في الغابة.
وبيدوروا على الجذور السحرية لحد ما لقوا سحابة دخان مرعبة وكبيرة جدا. ديلو وفاكا خافوا طبعا وقالوا ده مكان يا كورونا أكيد، علشان هما جبانات قوي بجد. لكن إمبو الفضول كلها طبعا وكانت عايزة تروح علشان تشوف أيا كان المخاطر اللي ممكن تقابلها. ولما راحت هناك طبعا شافت الكارثة، الغابة بتتجرف وفي آلات عملاقة بتدمر الشجر، وكمان أهل القبيلة مأسورين وبيشتغلوا غصب عنهم. وهي قاعدة بتتفرج على المشهد المرعب ده فجأة ظهر راجل على منصة عملاقة اسمه دير، وحاول بكل ما عنده انه يعمل لإمبو تنويم مغناطيسي، بس إمبو والمرشدين جريوا والراجل ده أطلق وراهم تعابين من الدخان كتير، وفضلوا يجروا 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 لحد ما وصلوا لحافة النهر، وما كانش قدامهم أي حل تاني غير إن هم ينطوا من عليها. ولما طلعوا من النهر لقوا إن التعابين هربت لأنها بتخاف من مية النهر اللي بتحميها ماما أرتالا. وكل ده وإمبو مش واخدة بالها إن أداك أصلا طلع وراها علشان يشوف هي بتعمل إيه. وفي الوقت ده أداك كان بيراقب إمبو طبعا زي ما قلتلكوا، وقفشها بالليل وقال لها إن زومي هي اللي بعتته علشان يخلص من اللعنة، وطبعا يقصد باللعنة إمبو طبعا ما صدقتوش وفكت نفسها وحاولت تضربه بالسهم بس منفعش، فزقت حاجة على النار علشان تعمل دخان كتير وتقدر إن هي تجري وتهرب من أداك. وقعدت تجري في الغابة وتحاول إن هي تتسلق على الشجر، وأداك طبعا جري وراها وحصل زلزال قوي في الأرض وهي بتحاول تنط على شجرة تانية، بس الأرض كانت بتتهز. أداك مد إيده علشان ينقذها بس هي رفضت ونطت، وفي نفس الوقت اللي هي كانت بتحاول تنط فيه علشان توصل على الشجرة التانية أداك وقع في نفس الوقت ده، وهي نزلت في مكان تحت المية مليء بالسلاحف. إمبو لما نزلت في المكان السري تحت الأرض لقت السلحفة الصغيرة اللي قابلتها قبل كده وقادتها لحد ما وصلت لماما أرتلا السلحفة العملاقة. وكان المكان جميل جدا ومليان أشجار وروكس، والسلحفة العملاقة ماما أرتلا طلعت من الشلال، والسلحفة قالت لها إنها شبه مامتها الله يرحمها. وإمبو حست بالحزن وقالت لها إنها كان نفسها تشوفها، بس ماما أرتلا كشفت لها عن سر خطير وقالت لها مامتك روحها عايشة في شجرتك المفضلة اللي كنتي بتلعبي عندها وانتي صغيرة، وكمان قالت لها إن الجذور السحرية موجودة في الشجرة دي، بس علشان تقطع الجذور دي محتاجة خنجر من حجر القمر. وإمبو قعدت تتكلم معاها عن إن هي قد إيه خايفة وخايفة كمان من شيطان الغابة، بس ماما أرتلا قعدت تطمنها كتير قوي وكمان خلتها تطلع على راسها علشان توريها الجبل، أو بمعنى أصح بركان القمر اللي موجود عند كائن كسلان اسمه سلاث، وقالت لها إنها لازم تديله حاجة مسكرة علشان ما يبقاش زهقان منها. ومن غير تضييع وقت إمبو بدأت رحلتها، وفي نفس الوقت ده ظهر لنا أداك لما ديوت لقاه وحاول إنه يتعامل معاه بطريقة فريندلي. وننتقل تاني عند إمبو لما قابلت السبيريت جايد بتوعها تاني، وحاولت إن هي تجيب عربية مليانة شجر ورقها مكسر، وحاولت إن هي تطلع البركان بيها مع ديلو وفاكا. وهما طالعين العربية اتزحلقت منهم ويا دوب قعدوا يحاولوا إن هما يوقفوها. وبالليل بعدها بساعات بننتقل لزومي وهي بتسأل أداك عن أختها، وفي نفس الوقت ده ديوت الراجل الشرير تدخل في الموضوع وبدأ يحصل بينهم حوار كبير، وهو بيحاول يقنعها وبيقدم لها نفسه إنه شخص صيدلي وبيفهم في العلاجات. وأداك قال لها إنه ممكن يكون معاه العلاج اللي هيعالج الناس من اللعنة اللي جت على القرية، والراجل حاول إنه يعمل معاها اتفاقية علشان يديها العلاج وكمان تشفي باباها. فلقت إن هي في اختيار بين إن هو يديها العلاج علشان تنقذ حياة باباها مقابل إن هي توريله أماكن معينة في الغابة عشان يستفيد منها في أدويته. وبالفعل هي وافقت فورا، بس طبعا بشرط لو باباها فعلا خف على العلاج اللي هيديهولها. نرجع لإمبو والكائنات اللي معاها لما وصلوا للبركان وأخيرا وصلوا لسلوث، وقعد يسألهم هما ازاي وصلوا لهنا وهي قعدت تشرح له كل حاجة، وورته طبعا الشجر المسكر ففرح جدا، وأخيرا عمل لها خنجر من حجر القمر وطلب منهم إن هما يخرجوا برا البركان بسرعة
بسرعة، وفجأة البركان بدأ يثور والدنيا كلها بتتهز من حواليهم. وعلشان يهربوا إيمبو استعارت مروحة عملاقة من سلوث، وهما بيهربوا طبعا بسبب وزن فاكا تقيل. فاكا هو اللي زق المروحية علشان يطيروا، وفعلا إيمبو وديلو طلعوا لبر الأمان وقال لهم يقابلوني عند شجرة مامة إيمبو. وبالفعل فاكا حاول إن هو ينجو، بالفعل نجا في الآخر ووقع فوقهم في الغابة. ومن غير أي تضييع وقت إيمبو راحت للشجرة علشان تاخد الجذور، بس زومي لقيتها وأخدتها بالحضن، وزومي قالت لها يلا بسرعة نرجع للقرية علشان توريها المنقذ اللي هيعالج أبوهم والقرية. وجريت معاها فعلا وسابت الخنجر بتاع الحجر القمر على الأرض. ولما وصلت كانت مبسوطة جدا إن هي شافت باباها بخير، ولكن طبعا اتصدمت لما شافت إن الراجل المنقذ هو نفس الراجل اللي أصلا هاجمها قبل كده. إيمبو صرخت وقالت لأختها إن ده شيطان ومتنكر وحاولت تخرجيه من هنا بأقصى سرعة. بس المشكلة إن زومي ما بقتش قادرة إن هي تثق في إيمبو، وقالت لها إن هي أصلا سبب كل اللي هم فيه، ولو اتكلمت تاني هتطردها من القرية. وإيمبو حست إن ده مش مكانها وقررت إن هي تمشي وهي زعلانة. وديت الراجل الشرير راح لإيمبو يسألها هو شافها فين قبل كده، بس هي طبعا رفضت تجاوبه ومشيت بسرعة. بس ديلو للأسف وهو بيراقبه وقع نضارته، فالشرير خد باله إن الأرواح بتراقبه. في اللحظة دي أداك ظهر وشاف وش ديت وهو بيتغير، وعرف إنه أصلا ياكارونا اللي هو شيطان الغابة. فأداك من الصدمة جري بسرعة عشان يروح يعتذر لإيمبو، وفهم غلط وفهم إن هو كان بيكدبها، وقال لها إنه آسف وطلب كمان إنه يسامحها. وهي وافقت وسامحته وقالت له ما يعملش أي غلطات تاني بعد كده. وفي نفس الوقت ده ديوت اللي هو ياكارونا اللي هو شيطان الغابة أصلا دخل على الزعيم وزومي وطلب منهم يدلوه على مناجم الذهب، وكان شكله متغير. ولما الزعيم رفض ديت بدل يطلع حاجات كتير كده دخان من بقه وعمل لهم تنويم مغناطيسي وسيطر على عقول القرية كلها. وفي نفس الوقت ده إيمبو عند شجرة مامتها حطت خنجر حجر القمر على الشجرة، فالشجرة نورت وظهرت روح مامتها ليزني وطلعت من الشجرة وحضنتها أخيرا. وفي الوقت ده الأم طلبت من ديلو إنه يديها السهم الذهبي اللي ديلو كان صنعه من غير ما يعرف السبب، لأن روح الأم هي اللي همست في ودنه. وفي نفس الوقت ده قالوا للأم إن هي المفروض تصنع السلاح اللي إيمبو هتقتل بيه ياكارونا. الأم ليزني وقتها طلبت من الجروب إن هم يتبعوها، وراح الأم فجأة تحولت لكورة من نور وراحت القرية وهي رايحة لطريقها في الغابة. في نفس الوقت ده ياكارونا كان واخد زومي علشان تتكلم وتقدر إن هي تخدع الناس بكلامها وتتلاعب بيهم، وكانت الآلات والمعدات خلاص في طريقها علشان تروح القرية، ولكن الأم ليزني وقفت قصادهم وقالت لهم إن محدش هيقدر يعمل للقرية دي حاجة، وعملت درع من نور قوي جدا خلاهم يتراجعوا. وليزني راحت علشان تواجه ياكارونا وقالت له حقيقته، وقالت له انت اصلك انسان وكان اسمك وول، وانا انقذت حياتك زمان وحبيتك، بس اداك كذب وقال انك سحرتني، والسر الكبير هو ان وول ياكارونا هو ابو إيمبو الحقيقي. ولما ياكارونا عرف الحقيقة روح الشيطان اللي جواه اتطردت من جسم وول، بس اللي حصل ان الشيطان قبل ما يهرب خطف زومي وطلع بيها فوق آلة عملاقة شبه العقرب، وكلهم حاولوا يتجمعوا علشان ينقذوا زومي، إيمبو أداك والمرشدين كلهم. وزومي كانت محطوطة ما بين ماشينز اللي بيتحكم فيها هو الراجل الشرير، وكان عبارة عن روبوت ضخم جدا بيحاول يدمر كل حاجة. وفي نفس الوقت ده إيمبو كانت عمالة تجري في الغابة وما كانش فاضل معاها غير السهم الذهبي بس اللي فاضل من مامتها اللي ممكن تقدر ان هي تقتل بيه الشيطان. والكائنات حاولوا ان هم يطلعوا على الآلات دي علشان ينقذوا زومي. وفي نفس الوقت ده إيمبو قررت ان هي تثق في نفسها، وبسهم مامتها الذهبي ضربت السهم وجت في صدر ياكارونا بالظبط، وحصل انفجار نور والآلة وقعت، وزومي كانت بتقع بس أداك لحقها وهي بتقع في الهواء. وفي نفس الوقت ده زومي على طول راحت تحضن والدها، والقرية رجعت لطبيعتها واللعنة اتفكت. ومن وسط التكسير ده كله طلع الراجل اللي هو وول بعد ما رجع لطبيعته أخيرا، وروح الأم ليزني
ديزني ظهرت وحضنوا بعض وعرفت إيمبو على أبوها، وكلهم حضنوا بعض حضن أخير وصعب جدا لأنهم لازم يمشوا للعالم الآخر، وهما بيسلموا على بعض وبيتكلموا كده أداء جه ووعدهم إنه هيحمي إيمبو طول حياته. الحمد لله الشمس ظهرت واللعنة اتفكت والوالدين ودعوا إيمبو وخلاص هيطيروا للسما، وخلاص سابوا الأختين إيمبو وزومي يعيشوا في أمان وسلام في قريتهم كوندامو بعد ما اللعنة اتفكت تماما.